كتير على انستجرام اول ما شافوا التصميم ده قالوا لي انت عملته ازاي، ايه طريقه عمله، كيفيه عمله، مش عارف ايه. واللي بدا يدخل لي على الخاص ويحاول يجرب في الملف او يقول لي ابعت لي الملف. فكفايه احنا النهارده هنشرح التصميم ده من البدايه للنهايه، وان شاء الله هحاول ارفق لكم الملف ده موجود في الوصف عشان اللي حابب مثلا ياخد منه حاجه او يظبط منه حاجه. فتركيزك كده معايا وان شاء الله تطلع من الفيديو ده مستفيد وفاهم كل حاجه في التصميم ده بالظبط. احنا استخدمنا فيه ذكاء اصطناعي كتير وبدانا حاجات كتير جدا، فاشرب حاجه كده وانت بتتفرج علشان ما تملش، وطبق مرتين. انا بحب الحوار ده، طبق معايا وخطوه بخطوه، بعد كده تطبق بعد ما انا اخلص، انك تبعت لي التصميم بتاعك يا اما شبه ده، يا اما تحط وشك انت بقى، شوف انت هتظبط ازاي. تمام، تبعت لي التصميم بتاعك يا اما على انستجرام يا اما تبعته لي في جروب التليجرام موجود تحت في الوصف، فابعت لي هنا او هنا فاخش في جروب التليجرام، او ابعت لي في دي ام على انستجرام. فمن غير ما اطول عليكم فيلا بينا نخش في الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جدعان الثامنيل دي نزلته على الانستجرام، يعني اللي هو ازاي تجيب عميل من على 5 مستقل، اللي انا بوجه اقول لك فيه. روح للفيديو اللي انا نزلته على القناه اللي انت هتلاقيه برده في صندوق الوصف، هحطه لك رابط الفيديو، خش اتفرج عليه ازاي تجيب عميل من 5 مستقل لو انت لسه جديد في الموقع. فالتصميم ده بقى فكرته ايه، او انا بدات الفكره منين، او التفكير اللي جالي علشان اعمل التصميم ده. انا كنت حابب اعمل ان شخص يبقى جالس على كرسي، وبعد كده وحاجه تكون وراه او حاجه تكون جنبه، وحبيت احط اللوجو بتاع 5 مستقل بس يكونش عادي، يعني ما يكونش اللوجو بس ثابت كده. فحبينا ان احنا نعمل اللوجو 3 دي وان احنا نجيب شخص جالس. انا عملت الصوره دي على ايمج افكس، الصوره دي بالظبط كده على ايمج افكس. طبعا هو مطلع لي راجل بحلق ودنيا غريبه، بس انا ما يهمنيش كل ده، والراجل ده كان جالس على طوبه، فاهم؟ فانا هوريك البرومت ده دلوقتي. ثانيه كده افتح شات جي بي تي. راجل يجلس على كرسي في مساحه واسعه ينظر الى الاسفل نحو الكاميرا بمنظور وثقه فخمه ويرتدي سويت شيرت انيق. طبعا انا هو شات جي بي تي هو اللي كاتب الكلام ده، انا بكلمه ازاي علشان اخد منه البرومت ده وبعد كده نترجمه. فانا بحاول اكلم شات جي بي تي بالعربي عادي، بالمصري، بطريقتي العاديه خالص، بحاول اوصف له المشهد اللي انا شايفه او اللي في مخيلي. فده اللي انا وصلت له، بقول لك ايه، اكتب لي وصف لصوره شخص جالس على، المفروض كان قصدي كرسي بس كده بالغلط يعني، وينظر الى الاسفل لكاميرا بشكل، برضو كمان كلمه بشكل مكتوبه غلط مش مشكله، بكتب بسرعه ساعتها، بشكل فخم جدا والمكان واسع ويكون لابس سويت شيرت. اهم حاجه كان خطوه عندي ان هو يبقى لابس سويت شيرت، والوان التصميم تكون مائله للاصفر، اللي انا كنت عايز في الاول اميل التصميم للاصفر بتاع 5. فده كان في دماغي يعني في الاول قليلا، واكتب الوصف ده بالترجمه. فشوف بص يعني كميه التلقائيه رهيبه، فاهم؟ فانا ده البرومت اللي انا كتبته له، وبعد كده هو بدا يترجمه بالعربي. طبعا هو اول ما بيكتبه بالعربي انا بقراه بالعربي، تمام، بخليه يترجمه مرتين، مره بالعربي ومره بالانجليزي. بقرا اللي بالعربي، هو كده العربي ده هو مترجمه الانجليزي، فانا مش مهم ان انا اكون بعرف اقرا الانجليزي، فبقرا العربي بفهم هو يعني هو وصف المشهد ازاي. والراجل يجي هو بقى بيمسك الكلام اللي انا عملته ده وبيعمل له بيدقق فيه او بيعمل له تفصيل، فده اللي انا محتاجه، ده اللي انا. فهو اول ما كتب الكلام ده، اول ما خلص الكلام ده، انا خدت بقى البرومت ده رحت على ايمج اف. طبعا في ناس كتير بتشتكي ايمج اف اكس ما بيفتحش معاها بسبب الفي بي ان، ان هم كمان احيانا في مواقع الفي بي ان بتاعها ما بيبقاش قوي. طبعا هنا كنت باخد كورس ماركتنج فمش مشكله. ايمج اف اكس طبعا ده الفي بي ان اللي انا بستخدمه، قلت لكم الاكستنشن تحت في الوصف، ومشغله على امريكا دلوقتي اهو، شغاله على امريكا اهو. فهو ده مش اف اكس عادي يعني، بص وبيفتح عادي زي انا دلوقتي انا قدامك اهو الفيديو، انا لو خدت نفس البرومت هو هنشوف هيطلع لي ايه. هل هيطلع لي نفس الصوره اللي انا عملتها، ولا هيطلع لي صوره ثانيه غير اللي انا عملتها او غير اللي انا طلعتها بالذكاء الاصطناعي؟ هنجرب دلوقتي قدامكم. بص نفس البرومت اللي انا كتبته، احط له في ندوس كريت. طبعا انا عايز اختار نفس المقاس، انا كنت مختار المقاس ان هو يكون تقريبا بالطول، عشان كان ثامنيل بالطول هنخليه بالطول. اوكي هنشوف برومت اللايت. طبعا هو ممكن يختلف بس هو نفس التفاصيل، هو بيترجم الكلام فبيترجمه حرفي وبيحاول يجيب الحاجه. يعني ممكن يطلع نفس الصوره اصلا، بص طلع تقريبا نفس الصوره اللي فاتت بالظبط، هي تقريبا. يعني لو جبتك نفس البرومت ده وانا دلوقتي نفس البرومت بس احنا عملناه مره ثانيه، فدي النتائج اللي طلعها لك. وبرده نفس الراجل جالس على طوبه، نفس الكلام هنا هو برده كان جالس على طوبه، ونفس الصوره تقريبا هو عاملها طريقتين اهو، نفس كل حاجه، نفس الشخصيه ونفس الشعر. فحته البرومت دي مش صعبه جدا. انا ممكن برده احط لك البرومت ده في الوصف عشان لو انت حابب
تاخد نفس الوصف ده. فده البرومبت، دي الطريقه اللي انا عملتها. طبعا بعد ما انا عملته على ايمج افكس حسيت ان انا في تفاصيل هنا لما بزوم كده انا محتاج زياده، محتاج تفاصيل زياده. هو الجوده كويسه، سكيل هنا على فريبيك بيطلع لي بقى التفاصيل شويه دول. هم شويه التفاصيل دول اللي ببقى عايز. مثلا مش هاممني اللوجوهين اللي زودهم دول، اللي هو اللوجو اللي زوده مش هاممني، لكن هاممني مثلا التفاصيل الثانيه بتاع ده. الحاجات دي بتبقى كويسه يعني، بس هي ما تخليش برضه تافور منك يعني، ما ترفعش الكرياتيفيتي للاخر، علشان لما ترفع الكرياتيفيتي للاخر هيزود تفاصيل كتير وملهاش لازمه يعني، يزود حاجات ملهاش لازمه خالص مش هتفيدك في اي حاجه، فما تعملش كده. تمام، بس كده. تاني حاجه بقى قبل ما نكمل، قبل ما نبدا التصميم، هل يعني خلينا واحنا ماشيين احسن، خلينا واحنا ماشيين. التصميم هنقول عمل ازاي. هنفتح بس نقفل كل الرياض كده ونفتحهم واحد تلو الاخر، واحدا تلو الاخر. بص انا مش عامل جروبات عشان التصميم ده انا يعني اشتغلته بمزاج حبتين، فتلاقي الموضوع ملعبك شويه، بس تمام. طبعا دي نفس صوره الشخص يعني، نفس صوره المكان بتاع الشخص، بس انا شلت الشخص يعني، انا شلت الشخص. فبعد كده عملت بالهيو ساتوريشن دي، خلينا ناحيه الموف. طبعا هتقولي هيو ساتوريشن ازاي؟ طبعا دوس على تكتين اهي مؤاخذه كده انا نظري ضعيف. يعني الهيو ساتوريشن كده مش عارف احنا غيرنا في ايه، مش فاكر، بس احنا غيرنا في الاحمر اللي كان تحت ده، مسكنا في الريد بالهيو ساتوريشن وغيرنا السلايدر هنا، فوصلنا للحته دي. طبعا لو شغلت كده بس وصلنا للحته دي، فهو ده اللي احنا وصلنا له. فتعالى نرجع كده زي ما كان كده، ده اللون البنفسجي. بعد كده اشتغلنا دي الظل، بس الظل ده مش هتعرفه دلوقتي طبعا، هو ما بيتعملش في اللحظه دي، بيتعمل قدام لما انت بتحط بقى الايه الحاجات اللي انت هتحطها. خلي الظل دلوقتي ده او الشادو ده طبعا علامات خمسات ومستقل. طبعا ناس كتير سالتني انت عملتها ازاي بتاعت خمسات مستقل دول على الانستجرام. طبعا بص لو فعلنا الاثنين دول مع بعض، بص الموضوع ايه، مش مكمل الظل هنا لان الشخصيه محطوطه هنا. فالحته دي بقى يعني بتاعت الحاجه دي نفسها، دي بتتعمل على الاستريتور. تمام، انا عاملها على الاستريتور، هي تتعمل على الفوتوشوب، بس على الفوتوشوب هتهنج جهازك، هتخلي الجهاز يهنج تهنيج تقيل قوي يعني، تقيل جدا 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 ان انت تعمل الموضوع ده على الفوتوشوب، الا لو جهازك قوي حبتين ثلاثه يعني. فانا بفتح الاستريتور لان هو بيتعامل مع فيكتور وكده، فالموضوع بيبقى اخف حبه، مع انه برضه بيبقى تقيل، لان انا كنت عايز كل مره ان انا اغير زاويه. زي ما انا حطيت مثلا اللوجو بتاع خمسات بالزاويه دي، فانا عملت لوجو خمسات وبعد كده غيرت الزاويه بتاعته عشان اخليه بزاويه مايله شويه علشان اعرف اظبط المساحه بتاعه التصميم بتاعي. يا جدعان اهو احنا هنا في الاستريتور. طبعا بص حتى اخر حاجات مفتوحه، فانا كنت فتحت الاستريتور عشان انفذ الحته بتاعه ال3 دي بتاعه التكست دي. ممكن تبدا تحط التكست اصلا وتحاول تظبط المسافه بتاعته، تبدا تشتغل بالظل والحاجات دي، فانت تظبط المساحه او تعمل مربعات وتظبط المساحه. انا هوريك الطريقه اللي انا اشتغلت بيها في التصميم ده، لكن هي ليها كذا طريقه تقدر تشتغل بيها تطلع بيها تقريبا ممكن نفس النتيجه، ممكن نتيجه افضل، بس اظن الطريقه دي كويسه. فعندك هنا الايمج تريس دي، طبعا لو اي قائمه من هنا مش مفتوحه تقدر تفتحها من ويندوز، تنزل عليها من هنا من اي مكان. انا عندي 3 دي موديل، عندي ماتيريالز، هي دي اللي هنعمل بيها الشكل ال 3 دي بتاعنا. تمام، طبعا الايمج تريس اصلا هتلاقيها بتجيلك لوحدها او انت ممكن تعملها يعني، هي هتجيلك لوحدها. طبعا انا كان عندي لوجو خمسات مستقل جبتهم من جوجل عادي خالص، بس حولت كل واحد فيهم لاسود. ليه اسود؟ لازم تحول الحاجه اللي انت هتحطها عشان تحولها لفيكتور تكون سودا، عشان تسهل على البرنامج حته ان هو يعملها ايمج تريس وبتاع ويخليها فيكتور. فانت بتسهل على البرنامج. لو حطيت له اصفر او لون تاني مثلا اي لون، بيبقى الموضوع صعب عليه شويه، احيانا ما بيعملهاش، احيانا بيرفضها خالص وما بيعملهاش. فانت تريح نفسك من البدايه ان انت تعمل الحاجه نفسها بالاسود. فانا هوريك دلوقتي لوجو خمسات واجي مستقل والاثنين معمولين بالاسود. طبعا هتقولي عملتهم بالاسود ازاي؟ عملتهم على الفوتوشوب عادي وسيفتهم صوره PNG. فهنكبر كده اللوجو بتاع خمسات ده مثلا بالذات كده، كبره. فادي لوجو خمسات اهو زي ما هو عادي خالص. طبعا احنا فاتحين الماتيريال 3 دي، بس مش هنعمل 3 دي، مش هيطبق 3 دي صح غير ما نعملها ايمج تريس. فتعالى نعملها ايمج تريس، ياخد شويه وهيعملها. بعد كده بعد ما نعمل ايمج تريس نعمل اكسباند، وبعد ما نعمل اكسباند هندوس تكتين على الجزء الابيض اللي تحت ده عشان نشيل الجزء الابيض اللي تحت ده ونمسحه دي كده. بقى معانا الشكل الاسود ده بس كده لوحده اهو، او ظاهر لوحده اهو كده اهو. فممكن تعمله بقى، هو داخل جوه جروب، فانت ممكن تخليه جروب، تعمل له اكسباند تاني براحتك يعني. فهو كده بقى معاك لوجو خمسات بقى فيكتور. هتدوس بقى هنا على الماتيريال، انت هنا في الماتيريال كذا حاجه، فانت تشوف انت هتختار ايه الماتيريال علشان تظبط معاك الحوار ده. فانا اخترت دي اللي هو اكسترود، اللي هو بس يكبرها كده يتخنها كده، ومديك هنا بتاع زي بتاع بلندر كده وبتاع، اللي هو السلايدر بتاع اللي هو الواي والزد والاكس يعني، او اكس واي وزد، عشان تعرف تظبط الزاويه اللي انت عايزها. فانا مثلا عندي الزاويه لفتها كده، طبعا مش هتبان لك الزوايا لان انت مختار لون اسود، فخلينا نختار مثلا لون احمر او اي لون. بص هو بيختار لك الرمادي، هو غالبا بيختار رمادي، هو اختار برده معايا رمادي، وانا لما دخلت على الفوتوشوب غيرت انا اللون يعني وظبطت الالوان. فانت هيفرقش معاك هنا اللون، يفرق معاك بس ان انت تبقى شايف الشكل بتاعك ده عامل ازاي. تمام، فادي الشكل اهو. فانا عايز
بقى مطوا شويه كده، كبروا تخنوا شويه كده، فهنشوف الحاجات دي. بص كل ما تجرب هتبان لك يعني. ادي تخنت شويه، حاسس الموضوع افور، نرفع شويه. بص ممكن تتخن جدا، ممكن ترفع قوي. فانا اظن ان هو مثلا يعني اظن اقل كمان ده كده اظن مناسب. اظن يعني ممكن نقلله من 99 بي تي ممكن نخليها 80. اظن 80 مناسبه جدا جدا جدا. طبعا هنا في عوجه، العوجه اللي هنا دي ممكن تظبطها ان انت تجيب الاداه بتاعت السموث دي وتشتغل عليها كده. تمام، ظبطت معاك اهي. تمام، ده يعني المفروض تظبطها من الفيكتور نفسه من الاول، من قبل ما تخش في حته ال 3 دي من البدايه. تمام، فبغض النظر عن الجزء ده يعني، فخلينا كده شغالين زي ما احنا. فهي الصوره كده. طب انا دلوقتي محتاج ان انا اغير الزاويه بتاعتها للناحيه الثانيه. فانت عادي طبعا البتاع ده لو اكس واي وزد دول، لو هو اللي هنا دول في الدايره دي لو مش عارف تظبط بيهم، تمام، فانت عندك هنا تحت لو نزلت عندك هنا اكس واي وزد، تقدر تحركهم بالظبط على الزاويه اللي انت محتاجها. تمام، مثلا يعني هي معوجه واقفه الناحيه، تعالى نظبط بس كده، هي واقفه كده، انا عايز بس اخليها الناحيه الثانيه، فتعالى نخليها الناحيه الثانيه مثلا بكده. طبعا هي واخده الظل من هنا، طبعا هو كده بس اللوجو هنا كده اتقلب. فانت بقى ايه، يا نهار ابيض، اوف. انت بقى عشان تظبط الحوار ده، حوار الزوايا دي، طبعا الماتيريال كده واقفه بطريقه انت مثلا مش عايزها، يعني انت مش عايز الطريقه دي، انت ممكن تغير مكان الماتيريال. طبعا دي احجام تانية، بس في طرق كتير جدا اللي تعمل بيها ماتيريال، بس انت ممكن تغير المساحه. هي دلوقتي واخده الحجم ده كده، تمام، واخده ظل كده، فانت بقى بتشوف انت تظبط الزاويه عامله ازاي علشان يطلع معاك الموضوع مظبوط. بص كده. طبعا كده وقفنا عادي، ممكن بس ايه نديله مثلا شويه ميله كده، نديله اي حاجه. فانت ممكن تحرك الحاجه بعد ما انت حولتها فيكتور وحولتها ماتيريال 3 دي، تقدر تحركها باي زاويه انت عايزها. زي ما انا عملت هنا وحركت بزاويتين، عملت دي بزاويه زي اللي هي كانت في الاول اللي انت شفتها دي، اللي هي الزاويه المايله كده، تمام، والثانيه كانت بالزاويه دي اللي هي الزاويه الواقفه دي، علشان اما احطها ورا ظهري هنا تبقى باينه ان هي مظبوطه، ما تبقاش مايله برده كده، فمش تبقى مظبوطه قوي. فحبيت ان اعمل اتنين، عملت واحده كده وواحده ظاهره كده بس. فنفس الكلام اللي عملته في خمسات، اللوجو بتاع خمسات ده عملته في اللوجو بتاع مستقل. كان الموضوع يعني لذيذ برده. هنا لوجو مستقل ما استخدمتش برده غير مرتين، مره وهي يعني هو داخل مثلا لجوه شويه كده، ومره هو مستقيم شويه على الارض كده، يعني اللي هو عادي خالص بس واخد لجوه شويه حجم كده محجم بس كده. فده اللي انا عملته في حوار لوجو خمسات مستقل. طبعا هتقولي انت بتدخل البرنامج ازاي؟ طبعا انت بتشده من هنا، بتيجي ترميه هنا، فبيجي كونفرت تو سمارت تو اوبجكت، فبتبدا تستخدمه، وبيبقى الكونفرت تو سمارت تو اوبجكت بيفتح هناك على الستريتور. فتعال نجرب كده. انا دلوقتي رميت اللوجو خمسات اللي احنا جبناه من هناك، رميته هنا في الفوتوشوب. تمام، ندوس بس كده ونصغره مثلا. فانا مثلا يعني حطينا اللوجو هنا وتمام، الدنيا زي الفل. بس وانا شغال حبيت ان انا مثلا ارجع اعدل تاني على اللوجو ده، او الماتيريال 3 دي اللي انا جبتها من الاستريتور ودخلتها رميتها هنا على طول. طبعا في كيمستري ما بين برامج ادوبي ان انت تقدر تروح هناك وتيجي هنا. بعد كده توزيعها بقى، احنا بنعتمد على التوزيع ده ان هو كل شيء بيبقى مقابله شيء. تمام، كل كتله مقابلها كتله. يعني انا مثلا انت دلوقتي شايف كادر قدامك اهو، فانا حطيت ايدي هنا مثلا كده، فلازم احط ايدي هنا خالص علشان يبقى الموضوع يخليك تبص هنا. تمام، مش عارف افهمها لك ازاي، بس يعني تعالى اقول لك على حاجه. تعالى بس كده نعمل لير جديد وهيبان لك الموضوع ده، واظن هيبان لك اكتر لما تشوف الصوره الاصليه نفسها. يعني ايه في الصوره الاصليه نفسها؟ ماشي، بص يا باشا، دلوقتي احنا عندنا حاجه اسمها ان انت بتخلي الشيء مقابله شيء علشان تعمل قاعده تكوين في توازن بصري، العين ما تتشتتش. فانا دلوقتي لما حطيت لوجو مستقل هناك رديت عليه بلوجو خمسات من هنا، لما عملت لوجو خمسات من هنا رديت عليه بلوجو مستقل من هنا، وميلت الراس دي شويه هنا علشان لوجو مستقل اطول. تمام عشان هو كده لوجو مستقل هيعمل نفس المنظور اللي هيعمل لوجو خمسات هنا تقريبا بالظبط، يعني تقريبا هيعملوا الاثنين نفس المنظور. فانت لما تبص هنا على وشي هتشوف مستقل، بعدها هتشوف خمسات لو انت بتبص من اليمين يعني. فهي دي الحته. فانت بترد عليه من هنا برضه نفس الكلام، ادي مستقل هنا، بس لوجو مستقل فكبير جدا، فده حطيته، او هو طويل يعني عريض، فحطيته وراه كانه كبير جدا وشديد يعني. فلوجو مستقل هنا رديت عليه بلوجو خمسات من هنا نفس الكلام. هنا بقى النقطه اللي هنا دي عشان تعمل عمق اكتر للتصميم، فحبينا ان احنا نحط لوجو مستقل برضو هنا، ردينا عليه بلوجو خمسات من هنا، او دي جزء من خمسات. طبعا وده مش شرط ان انت تعمله كل مره في اي تصميم، لكن ده اللي بيفرق. لو انت عايز مثلا تخلي حاجات طايره او حاجات مقابله لبعض، فدي افضل طريقه ان انت تحط شيء مقابله شيء في الناحيه الثانيه عشان يبقى فيه توازن. فده اللي انا طبقته هنا علشان يبقى فيه توازن كده، مفيش تشتت. لكن انت ممكن ترمي العناصر بطريقه
تخلي الموضوع مشتت. طب انا ممكن اوريك تصميم عملناه قبل كده، تمام؟ يعني هو ده الغرض اللي انا عايز اوصل له من الصمنيل دي، فاهم؟ بس جذبته برامج ادوبي طايره وبتاع، فبصي لا ده برامج ادوبي كلها تقريبا، فركز في الحته. نفس الكلام اللي طبقناه هنا، ان هي مستقل وخمسات، فمش خمسات بس مثلا، مش مستقل بس، فده اللي احنا حاولنا نشتغل بيه. تمام تمام تمام. فكمل كمل كمان. كان حاسس ان انا بطول قوي، بس الصراحه يعني بقى نقدرش اقف. فطلع من الكليبنج ماسك. يا نهار ابيض. ماشي ماشي، دخلهم كليبنج ماسك. يعني بص كده، ده ريتاتش اللي هو دوج اند بيرن. يعني عملنا دوج، عملنا بيرن، موضوع بسيط جدا. لا هو مش بسيط، بس ايه، طبعا الدوج ده او الاضاءه الغامقه دي اللي احنا بنعملها بناء على ان في اضاءه جايه من هنا كتيره وجديده في الصوره، ففرضنا يعني ان الاضاءه الظل هينعكس كده وهينعكس كده. طبعا دي واقفه كده، فظلها تحت اهو. طبعا الشادو اللي تحت ده يبقى نعمل له مثلا فيديو بالتفصيل، وفي فيديوهات كتير شرح الموضوع ده، منهم قناه احمد المحتري شرح الموضوع ده بالتفصيل، كان تقريبا برضو على ارقام، برضو كان شرح الموضوع ده. اظن الموضوع يعني ايه مش صعب، ولو حابين نعمل له فيديو هنعمل له فيديو. فعملنا الشادو ده بالطريقه دي، فعكس كده يعني عشان الضوء جاي هيخبط كده، فعملنا انعكاس الضوء كده. نفس الكلام هنا، فده واقف كبير كده، فعمل انعكاس الضوء كده، تمام؟ فالظل بقى كده وفي ظل بقى كده. طبعا الحاجات اللي فوق دي مش هتعمل لها بقى ظل وبتاع، هي هتنعكس تحت، تبقى ليها تحت شويه، بس مش هتبان في التصميم. فانا ما عملتهاش، لازم تبقى مراعي الحته دي، مش اي حاجه تحطها فتعمل لها مثلا شادو، تعمل لها ريتاتش، مش كله هيحتاج الموضوع ده. فانت لازم رسم التصميم في البدايه، انت رايح فين جاي منين كده، عشان ما تعملش حاجات زياده يبقى انت بتزود على التصميم، وهو التصميم مش محتاج الحته دي. فبس كده يعني، دي كانت الحته بتاعت الشادو، تمام؟ اظن بسيطه. وكنا عاملين لنا فيديو للريتاتش بتاع الشخصيات، ان شاء الله ممكن نعمل فيديو لريتاتش المنتجات. بس سريعا كده، انا عملت الاضاءه دي بناء على ان انا في اضاءه جديده جدا جايه من هنا، فتنعكس كده تنعكس كده، فمن كتر انعكاسها وان دي مايله بزاويه تقريبا ان هي تاخد كميه ضوء معينه او تاخد كميه ضوء كبيره، فتنعكس الناحيه الثانيه كمان. عشان كده عملت ضوء الجزء ده، انا عملت ضوء في الجزء ده بسبب ان هو لوجو مستقل ده مايل كده، هو مش في ظهره، لا هو مايل جدا، فهو واخد اضاءه في الجزء ده، يعني واخد اضاءه في الجزء ده وزياده كده. فحتى تلاقيني راسم هنا اجزاء برسمها انا بعمل كله بالاكسبوجر اهو. فانا راسم على الخطوط دي كده، يعني بحب اعمل الحوار ده ان انا ارسم مثلا كده، تمام؟ فالموضوع ده بيبقى من بعيد لذيذ بس انا بحاول اقلل الحوار بتاع الاوبستي والفلو عشان اعرف اظبط الحوار ده، تمام؟ فانا برسم الخط ده، تمام؟ عشان بس ابين الموضوع ده 3 دي يا جدعان، ده متاكدين يعني، اتاكدوا ان ده 3 دي، تمام؟ وبعد كده مثلا الحته بقى بتاعت الضوء الشديد ده، فبعمل ازاي؟ مثلا بقوم فاتح كده شويه واضرب كده، ممكن نرجع لدي ونرجع دي حبتين، فاضرب كده على الجزء ده، اضرب كده مثلا على الجزء ده. ما اظنش ان الموضوع ده صح، بس هو بيحتاج بس ان انت ترسم الاضاءه في دماغك، تمام؟ فانت يا دوبك بس ايه الانعكاس اللي هنا ده والانعكاس اللي هنا ده، تمام؟ انعكاس الضوء. فانت مثلا يعني تمشي كده، انا ممكن ازود دي حبتين كده عشان ترسم مثلا الشكل بتاع الحدود بتاع ال 3 دي بتاعت الحاجه دي والشكل ده. فانت رسمت مثلا هنا جزء 3 دي، وبعد كده بتضرب عليه شويه اضاءه علشان يعمل الانعكاس اللي انت شفته قدام. بس الموضوع طويل كبير. برضه هنا نفس الكلام، انت ممكن برضه جاي هنا بص عامل الحوار ده، بس انا قللته عشان ما يبقاش الموضوع اوفر يعني. بس انت ممكن تقوم راسم الاضاءه بكده. طبعا دي بتاخد وقت، ما تعملهاش من مره واحده، عشان انا برضو بعملها بالماوس مش تابلت جرافيك او حاجه. فبص تقوم راسمها مثلا كده، فهي كده واخد جزء انت كده لما تشوفها بص من بعيد، بص احنا فين، فاحتاج لا ده 3 دي، الموضوع ده 3 دي مش مثلا وفي عمق في الحاجه، تمام؟ مع ان هي اصلا 3 دي ومعموله 3 دي وباين ان هي 3 دي. تقوم ضارب مثلا جزء اضاءه كده، فتلاقي الموضوع ايه مظبوط معاك. لكن ممكن تقلل شويه من الاوبستي، تقلل شويه من الفلو، وتضرب الموضوع على خفيف كده عشان بس يبان من بعيد انه مظبوط. فانت لازم تراعي المنظور بتاع التصميم ده من بعيد ولا من قريب ولا بعيد. ففي حاجات لازم تظبطها دقيقه جدا عشان تبان من قريب، في حاجات مش هينفع تظبطها قوي لان انت لو ظبطت ودققت في تفاصيلها مش هيفرق في التصميم لدرجه ان الناس مش هتشوفها، فاهم؟ حاجات بعيده جدا ان حد يشوفها اصلا، يعني مفيش حد يفضل يبص يقرب لحد ما يوصل الحته دي، ولا انت ما ظبطتش الجزء ده. فانت لازم تراعي الحته دي وتظبطها انت، بس تظبطها على السريع عشان ما تضيعش وقتك في التصميم ككل. حاطين الشخصيه بتاعتنا طبعا كانت صفرة، وخدنا كتير جدا وقت لتركيب الوش. يعني تركيب الوش ده خد لوحده تقريبا يعني ساعتين، والتصميم كله، او مش هقول ساعتين بمعنى ساعتين، ممكن ساعه او ساعه ونص.
والتصميم ككل خد الساعه ونص التانيين، هو خد 3 ساعات بس، عشان ببقى مركز قوي يعني. لو مثلا حابب ان انا اشتغل بسرعه فهشتغل بسرعه، بس مش طالع النتيجه دي. فركبنا حاجه كتير. لو عايزين شرح ازاي نركب الوشوش على الكاركترات، كذا كاركتر، يعني ممكن نعمل لها فيديو لوحده عشان الموضوع ده هيطول قوي مننا، فمش هنعرف نشرحه في الفيديو ده. بس يعني هو سريعا كده، احنا بتبدا تحط وشك على وشه، وبتبدا تغير الوانك مع الوانه، تحاول تقربوا الالوان لبعض، وبعد كده تشوف بقى التصميم هيروح لفين او الوانه هتبقى ايه. فانا قربت صوره وشي دي اللي انا عاملها قبل كده بالذكاء الاصطناعي وشويه جهد مني يعني، وصلنا للايه، للتركيبه دي. تمام، دي بالوانه هو، تمام بالوانه هو، لسه ما حطيتش الواني ولسه ما حطيتش الدنيا بتاعتي. فبعد كده عملت بالهيو ساتوريشن، غيرت لون التيشيرت بس. تمام كده غيرنا ايه، لون التيشيرت بس، غيرنا اللون بتاع التيشيرت، وعملنا ماسك على الهيو ساتوريشن، وغيرنا بالبتاع دي. يعني انا مثلا لو شلت الماسك اللي انا عامله هتلاقيها متطبقه على الجسم كله، لا انا بعمل لها ماسك علشان امسح الاجزاء بتاعت وشي والاجزاء بتاعت ايدي عشان ده جلد، فده اللي احنا طبقناه. بعد كده عملت كلر بالانس علشان نظبط المود ده. المود ده اتظبط ازاي؟ بص يعني شويه تجارب، هو عامه هو ده شويه تجارب يعني، شويه من على الشادوز انا ما استخدمتهاش، استخدمت الميد تونز كتير قوي، زودنا احمر وزودنا شويه ماجنتا وزودنا شويه ازرق، كل ده عشان نوصل للحبكه دي. وفي الهايلايت زودنا حاجات بسيطه يعني، ممكن اصلا ما تعملهاش ناحيه اخضر على ناحيه ازرق، طبعا الحاجات دي تبقى على حسب عينك. فانا عيني جابت كده يعني، جابت الحته دي علشان نظبط الجزء ده، عشان نظبط الجلد مع التيشيرت. اول ما ظبطنا الحوار ده، طبعا انا حاطط اللوجو بتاعي هنا على التيشيرت، فعادي يعني، دي سهله جدا وبسيطه يعني، فما اظنش ان هي محتاجه شرح. بس شيل اللوجو بتاعهم بالذكاء الاصطناعي وحطيت اللوجو بتاعي. طبعا دي رسم الاضاءه اللي منعكسه ورا، جزء رسم الاضاءه ده شرحناه في فيديو خاص بالريتاتش تحت، خاص بالريتاتش بس تحت، كنت شرحت فيه برضو جزء من الاضاءه المنعكسه من الظهر. وعملت قبل كده لايف على الديسكورد كنت شرحت في الموضوع ده. بس سريعا كده برضو، انت بتشوف انعكاس الاضاءه ده جاي منين، هينعكس لفين بالظبط. تمام، فينعكس على جسمه بطريقه بشده كبيره يعني، بشده كبيره. في هنا بعض المشاكل اللي لاحظتها دلوقتي في القص حاليا، لاحظتها معاكم، فعادي ما بنتش في تصميم، لكن لاحظتها دلوقتي مش مشكله خالص خالص. ف ادي انعكاس الاضاءه اهو. يعني انا ما اظنش ان الموضوع محتاج شرح كتير، بس هو الموضوع بياخد وقت يعني، انا بياخد وقت جدا من الرسم. فسريعا كده انت ممكن تقوم عامل اكسبوجر، تعمل بلاك كليبنج ماسك عادي، وتعلي مثلا دي، تعلي دي شويه، وتزود دي ناحيه دي شويه، وبعد كده تعمل دي مثلا تدك عليها تكتين كده عشان تفتح البلند مود. وبعدين في البلند مود دي في بلند اوبشن ترفع دي شويه كده عشان تشيلها من الاماكن الغامقه اللي موجوده في الصوره بتاعتك، عشان لما ترسم الاضاءه تبقى في الحتت المفروض يبقى فيها اضاءه. الا بقى لو انت حابب تخليها في حته غامقه وتفتحها، فده بيبقى جزء تاني خالص. تمام، فده اللي انا عملته. وبعد كده مثلا بتقوم عامل هنا ماسك، تقوم عامل كنترول اي، وتبدا ترسم الاضاءه في الاجزاء اللي انت محتاجها كده. يعني مثلا انا هرسم كده، فدي عندك مثلا الجزء ده كده، وهيتمد لتحت كده بس مش للاخر يعني. ونفس الكلام الناحيه التانية كده، ده خط بس كده عشان انعكاس الاضاءه الساقطه على الصوره نفسها. وبعد كده مثلا انا بقى بحاول اشرح لك الموضوع على السريع يعني. بعد كده هتقوم مثلا مقلل الاوبستي ومقلل الفلو شويه، وتبدا تضرب كم من الاضاءه على الجسم، فتبدا تعمل الانعكاس التاني. الموضوع مش بسيط للدرجه دي، بس هو بيحتاج تفصيل، فهياخد وقت اكتر في الفيديو ده. انا عايز بس اشرح الفكره العامه للتصميم ده، انت تبقى فاهمه. فكل حاجه من دول تركايه بتحتاج فيديو، بتحتاج شرح لوحده، الفيديو هيبهوأ مننا قوي. فاحنا كده كده ان شاء الله عاملين كورس لتصميم الصوره المصغره او تصميم الثامنيل الخاص بالريلز كمان، مخصص ليه بس يعني، ان شاء الله بنحضره الفتره اللي جايه دي، وهنبدا ننزل بيه قريب قبل رمضان باذن الله. فده كان الحته بتاعت الهايلايت او الريتاتش اللي معمول على الشخصيه بالاضاءه. فده اللي احنا عملناه وطلعنا بيه، بياخد وقت جدا، فحاول تاخد وقتك فيه وما تستعجلش. معاك ماوس، معاك تابلت جرافيك، هتطلع نتيجه جامده ان شاء الله، بس لو عملتها صح يعني. فبعد كده عملنا دي، انا مش عارف دي عملت بيها ايه، عملتها ليه بس يعني مش عارف دي عملت ايه، بس هي موجوده فعادي. تمام، بعد كده دي ايه بقى؟ دي برضه دي انا معرفش دي ايه، يمكن حاجه زياده انا زودتها، مش عارف الصراحه، بس تمام. طبعا هنا دي بقى الضوء، يعني شويه ضوء كده ضربته هنا. طبعا دي معموله
الحته دي بص كده، دي معموله بتعمل لير لوحده كده بالبرش. تاخد مثلا لون موف، ادي لون موف مثلا من دول غامق شويه، تمسك اللون الغامق ده تقوم عامله مثلا كده كده، وتقوم جاي كده في السلايدر ده تجيبه على اللون فاتح جدا من نفس درجة اللون، وتقوم ضاربها في الأجزاء دي، تزود مثلا دي كده وتقوم ضاربها كده مثلا في الأجزاء دي، وتقوم عامل سكرين، فهتلاقي الموضوع ضرب معاك ضوء فعلي للحاجة دي. بيبقى الضوء غالبا بيبقى ناحية الأبيض، فأنت لو مش عايزه أبيض مثلا ممكن تغير البلند مود بتاعه شوية، بس أنا حبيت إن هو يكون أبيض لأن أنا فارد إن الضوء أبيض مش بنفسجي أو موف يعني، بس أخدته من درجة الموف فجبت أبيض من درجة الموف يعني، فوصلنا للدرجة دي بعد انعكاسها يعني على الجسم. كبرتها شويه علشان تعمل الانعكاس اللي انت شفته ده قدامك ده. خدت نفس الاشكال دي تمام وطبقتها فوق وغيرت لونها بالبنفسجي ده عشان نعمل بس عمق كده اكتر لفوق، عشان يبقى يعني ميبقاش التصميم كله لون واحد. بيبقى حلو لون واحد، لكن انا حبيت ان هو يطقم شويه مع التيشيرت اللي انا لابسه في الصوره، فحبيت ان هو يبقى باللون ده، وزودت معاه هنا شويه عشان نربط الاتنين ببعض، يعني ميبقاش دي في حته ودي في جزء لوحدها، فيبقى التصميم مقسوم نصين. الموضوع ده مبيبقاش كويس يعني. بس كده، وحاجات بقى تاتشات بسيطه كده. فاول ما يضغط كليك هنا انت نجحت في ان العميل ده، ان هو ده عميلك يعتبر، او ده الفئه اللي انت بتستهدفها، هو يضغط كليك فده اللي انت بتستهدفه. تمام، ان شاء الله باذن الله مجهزين لكورس هينزل قريب على يوتيوب عادي مجاني جدا، مجاني تماما يعني، وهيكون فيه متابعه وهيكون فيه كل شيء لشرح الثامنيل الخاصه بالريلز تحديدا. وبعد كده نبقى نشوف اليوتيوب ده ممكن نعمل لها كورس لوحده كمان. فبس كده احنا كده وصلنا للنهايه. فكل طبعا ممكن احط كل التفاصيل دي او المشروع ده كله تحت في صندوق الوصف. فكده تمام كده فل الفل. فنختم ان شاء الله. فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. متنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، واشوفكم على خير يا شباب. قولوا لي افكاركم تحت، طبعا سبت المايك اهو، قولوا لي افكاركم تحت مش سامعني ماشي؟ يلا سلام.